ازيكم يا حبايب قلبي؟ يلا بينا بقى نعمل النهارده كيكه للولاد بقى ياخدوها في اللانش بوكس كده او نشربها مع كوبايه شاي بلبن. اول حاجه خالص هنبدا نجهزها معانا. انا عامله هنا الخطوات بالترتيب. هنجيب هنا معانا الصينيه بتاعتنا، هنجيب هنا مكعب سمنه بلدي او مكعب زبده. دي سمنه بلدي، ما كانش عندي زبده. هبدا كده ادهن بيه الصينيه واجيب معلقتين دقيق ابطن الصينيه بتاعتي واعملها زي ما حضراتكم شايفين كده، وانزل اي زوايد فيها. كده بقى بقت الصينيه بتاعتي جاهزه. جبت بقى الخلاط بتاعي، هنزل فيه ب3 بيضات عليهم كيس فانيليا او رشه فانيليا او معلقه صغيره خالص فانيليا سايله على حسب الموجود عندك. معايا هنا كوب الا ربع سكر، يفضل طبعا ان هو يكون سكر ابيض. هنبدأ بقى هنا نضربهم مع بعض كده لمدة دقيقتين 3 لحد ما اللون خالص يفتح والسكر يدوب تماما زي ما حضراتكم شايفين كده. اللون هنا هيبدأ يفتح اهو. هنا كده كان اللون خلاص فتح. هنبدأ بقى ننزل بالزيت بتاعنا تدريجيا. معانا هنا نص كوباية زيت. هنبدأ ننزل بقى تدريج كده لحد ما الخليط يبدأ يتقل معانا، ونسيبهم بقى يتضربوا برضو حوالي دقيقتين 3 كده لحد كل ما تضربي كل ما الخليط هيفتح زي ما حضرتك شايفة كده. هنا بقى اللبن دافي، كوباية لبن دافية. هنبدأ بقى ننزل بها كده ونبدأ بقى نضرب الخليط كله مع بعضه، وكده تكون المكونات السائلة كلها خلصت معانا. هنبدأ بقى كده بالسباتولا بتاعتنا ننزل اي تكتلات في الجناب. هنجيب بقى البولة بتاعتنا كده نبدأ ننزل بقى في الخليط السائل ونجهز بقى المكونات الجافة معانا. وكده نجيب السباتولا بتاعتنا ننزل اي حاجة في الخلاط لان دي برضو هتفرق في المكونات بتاعتنا. يبقى الخلاط كده فيه بواقي هننزلها. مجهزين هنا طبعا مع بعض كوبايتين ونص دقيق منخول عليهم كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر، وهنبدأ برضو نخلاهم هنا مرة وهبدأ انخلهم المرة التانية على السوائل اللي احنا ضربناها في الخلاط مع بعض. هنا اهو حطيت كيس بيكنج باودر، ولو عندك كيك شيف برضو بيبقى جميل جدا. هنبدأ بقى نقلبهم كده ونبدأ ناخد شوية بشوية ننخلهم ونقلب تدريجيا بالمضرب اليدوي زي ما حضراتكم شايفين كده. في المرحله بقى بتاعه الدقيق ديت هبدا بقى ان انا اولع الفرن. ما ينفعش ان انا اولعه، يعني عن تجربه شخصيه انا لما بولعه من اول ما ابدا الخليط، يعني اول ما ابدا في المكونات بتاعتي وابدا اعملها، الفرن بيسخن قوي قوي، فما بتيجي تعملي الكيكه ما بتبقاش احسن حاجه في التسويه. انما لما تولعيه ويبدا بس الفرن سخن دافي كده ويبدا بقى الحراره كلها تبقى مع بعضها هتاخد لون وهتبقى حلوه قوي. انما ما يبقى سخن قوي وتدخلي الكيكه بتاخد لون وتبقى عجينه معاكي من جوه، على حسب طبعا درجه حراره الفرن. انا عندي الفرن درجه حرارته عاليه فعشان كده انا بتكلم على الفرن بتاعي. هنا بقى خلصت كل الكميه كده. هبدا بقى اقلب بالتدريج كده بالمضرب اليدوي لحد بقى ما الدقيق يختفي خالص. وكده بقى تبقى ايه العجينه بتاعت الكيكه جاهزه معانا. ما ننساش كده بقى يا حبايبي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي كده لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب وينصر الدول العربيه كلها اللهم امين. هنا بقى العجينه بتاعتي حسيتها تقيله ومحتاجه شويه لبن. هنا بقى في الخطوه دي محتاجه شويه لبن عادي، زودي معلقتين لبن سايله، محتاجه معلقتين دقيق عادي، يعني كل ده في ايدنا. انا عايزه قوام العجينه زي ما حضراتكم شفتوا كده. هنجيب بقى الصينيه ونبدا ننزل بالخليط اللي احنا عملناه. الله الله، خليط ناعم جدا وزي ما حضراتكم شايفين، وهتشوفوا دلوقتي برضو الكيكه بعد التسويه جميله جدا جدا. هنجيب برضو السباتله بتاعتنا كده ونبدا بقى ننزل اي زوايد في البوله بتاعتنا، ونبدا بقى نربط الصينيه بتاعتنا دي نطلع كل الهواء منها. تبدا تطلع فقاعات على الوش كده. كده بقى تبقى الصينيه جاهزه معانا. هنبدا بقى هنا بقى اهي الهوا كله خرج منها. لو انت لسه ما حطيتيش اللايك انزلي بقى دوسي على زر الاشتراك وحطي اللايك بقى واعملي كده شير لاصحابك عشان يشوفوا الفيديو. وقولي بقى ايه رايك في الكيكه اللي احنا عملناها. ما شاء الله اللون بتاعها تحفه. دي كده هم الارضيه بتاعتها. هنبدا برضو نقلبها. حطينا طبق وقلبناها ونبدا نحط طبق تاني ونقلبها. وكده بقى تكون الكيكه جاهزه معانا. هنبدا بقى نقطعها. شوفوا انا بقطعها بالسكينه مش مفروله ولا اي حاجه، وهشه جدا. شكلك كده لسه ما حطيتيش اللايك، انزلي بقى يلا حطي اللايك كده وعلقنا بقى كومنت جميل كده وقولي ايه رايكم في الوصفات بتاعتي. طبعا شايفين قد ايه هنا الكيكه طريه وهشه جدا، وهوريكم برضو الفراغات اللي بتبقى جوه دي بتبقى دليل ان هي هشه وحلوه والتسويه بتاعتها جميله.
والارتفاع بتاعها برضو هنا حلو. انا مبحبش اعملها الارتفاع اعلى من كده عشان الولاد يعرفوا ياكلوا منها. قومي بقى يلا تشجعي واعملي لولادك وادوهم في اللانش بوكس. الفيديو بتاعنا يكون خلص، استنونا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.